عليكم السلام، اتفضل. أحمد من العراق. اتفضل يا أحمد. في البداية الآية رقم 12 وليس 36. الآية رقم 12، ماشي اتفضل. نعم وليس السورة 36 لأنكم ما 36. تقرؤون. السورة لا 36. أنت قلت الآية 36. أخطأت، ما فيش مشكلة عادي. إن شاء الله ماكو مشكلة. ثانيا طبعا أستاذ وليد، أنت في هاي الحلقة والحلقة السابقة آية التبليغ وقبلها آية الحجرات تفسر القرآن من هواك، من كيسك الخاص، لا تعتمد تفاسير سنة ولا شيعة. والآن اتهمت الشيعة، أريد تفسير شيعي يقول الذي اتهمت الشيعة بأنه يقول أنه في الإمام علي. عندك تفسير شيعي يقول هذا؟ عندي تفضل ابرز للمشاهدين. طب ولو اعطيتك التفاسير الشيعية اللي بتقول كده تعمل ايه؟ عندنا تفسير الميزان وتفسير الأمثل وغيرهما. هجيب لك، مش الميزان ده بتاع الطبطبائي؟ نعم هجيب لك منه، ايه رأيك؟ يلا تفضل اتفضل، انا جاهز. ما انا هتفضل ما تقلقش والله، بس لو جبت لك. نعم هسه تجيبه ونتناقش. لا انا قاري والتفسير امامي يقول بص انا قاري يقول في اللوح المحفوظ. بص نعم. انت في البدايه دخلت كذبتني. نعم ان الكلام ده مش موجود في تفاسير الشيعة، فانا قلت لك دلوقتي هجيب لك من تفاسير الشيعة. قلت لي الميزان، قلت لك مش الميزان ده للطبطبائي؟ قلت لي اطلع انا كذاب. خلاص اطلع انا كذاب، بس هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي انا عايزه. احسنت ماشي، احسنت. طلع التفسير واقرا بدون بتر. لا بدون بتر ولا اي حاجه. خلاص تفضل. تمام. تفضل. والحمد لله رب العالمين عمري ما بطرت حاجه، واللي عنده اي حاجه يتفضل يقولها. نعم تمام تفضل. ماشي. تفضل. بص يا سيدي، بيقول ايه تفسير الطبطبائي اهو، ده انا بدات لك بيه. نعم. خلاص بيقول ايه؟ نعم. بعد ما فسر الايه بيقول ايه؟ وفي تفسير القمي في قوله تعالى وكل شيء احصيناه في امام مبين، اي في كتاب مبين وهو محكم. وذكر ابن عباس عن امير المؤمنين عليه السلام: انا والله الامام المبين ابين الحق من الباطل وورثته. تفضل اقرا من البدايه رجاء من اللوح المحفوظ. رجاء اترجاك، الان انت ما قرأت من البدايه. لا اله الا الله. اقرا من بدايه تفسير الايات. اسمعني. نعم. انا بقرا لك. نعم. ان هو انت طلبت مني ايه؟ نعم طلبت مني ان احد التفاسير قال ان هو علي بن ابي طالب، فانا جبت لك موضع الشاهد. نعم. عايزني اقرا لك من البدايه. الراي الاول في تفسير الطبطبائي انه اللوح المحفوظ. جميل قوي. ليش فترتها؟ لا اله الا الله. لماذا تفتر يا ابني؟ انت بتفهم عربي؟ انت حضرتك لما سالتني قلت لي اسمعني. انت حضرتك لما سالتني قلت لي في تفاسير قالت ان ده كلام علي بن ابي طالب، قلت لك فجبت لك موضع الشاهد. وانا قلت لك لا تفتر. انا ما بطرت يا ابني. هو فين البطر هنا؟ انا عايز اسال سؤال. فين البطر من البدايه؟ هو دلوقتي انا عايز اسال سؤال. عايز اسال سؤال. اسمعني بس، اسمعني نعم. عشان بس ايه. نعم. انا دلوقتي لما اجيب قولين، نعم. تمام، اجيب قول واقول هو ده الصحيح، واجيب قول تاني واقول ان القول التاني ده الضعيف او الخطأ. تمام كده؟ احسنت. لما انا بقى اجيب لك القول الخطأ، واخد لي بالك، تقول لي لا. يبقى انت كده بطرت كلام من؟ بطرت كلام الطبطبائي، صح؟ هات لي بقى في كلام الطبطبائي انت ان القول الثاني خطأ. الان بين. احسنت. الان بين قول الطبطبائي بين تفسير الاول اللوح المحفوظ خطأ، والتفسير الصح اللي ذكرته جنابك. لا اله الا الله. انت فهمت انا قلت ايه؟ اعيد عليك تاني عشان تفهم. دلوقتي مفسر جاب قولين، ما قالش ان القول الاول صحيح او القول الثاني الخطأ. يبقى كده هو اعتمد القولين ولا ما اعتمدهمش؟ اعتمد القولين. جميل قوي. هات لي انت بقى في الطبطبائي. اسمعني للاخر. هات لي انت. اسمعني. القول الاول. اسمعني يا زكي. اسمعني. اتهمت الشيعة. انت لما طلبت. اسمعني. انت لما طلبت. طلبت ايه؟ نعم. طلبت اللوح المحفوظ ولا طلبت ان هو في علي بن ابي طالب؟
طلبت الثاني، طلب الثاني. جميل أوي، فأنا جبت لك الثاني، يبقى إزاي بطرت؟ في أي صفحة في تفسير الطبطبائي؟ خليني أتأكد منه الآن. أنا انت كمان مش عارف. قرأت هذا قدام تفسير الطبطبائي، لا يوجد هذا. بص اراجع وراك حوالي الصفحه الرابعه او الثالثه. اتفضل اهو تفسير الطبطبائي. اي صفحه؟ اتفضل. اي صفحه؟ الصفحه الثالثه او الرابعه. انا هنا بيجيب لي التفسير من غير صفحات. الثالثه او الرابعه؟ ما هو انا هنا بيجيب لي التفسير من غير صفحات يا ابني. ده موقع بيجيب من غير صفحات اهو قدامك اهو. يقول اللوح المحفوظ تفسير الطبطبائي وكذلك تفسير الامثل. يقول اللوح المحفوظ. اتفضل اقرا بقى انت حضرتك لحد ما تيجي عندها. لا اله الا الله. الو، شكله قفل. اتصل بي انا. لا مش ابو عباس. ثواني يا ابو عباس، ثواني يا ابو عباس، بتصل بزميلك. ثواني. بتصل بي انا اهو. على العموم ابقى اتصل، عشان انا بتصل اهوت بيدي زنه كده طويله. الشيعي ما يعرف كوعه من بوعه. الشيعي ما يعرف كوعه من بوعه. دول عايزين يتعلموا اصلا اساسيات العلم. يعني انا مثلا دلوقتي لو انا جبت لكم تفسير مثلا اللي اعتمد عليه الطبطبائي، الا وهو تفسير اللي هو علي بن ابراهيم القمي. تمام؟ تفسير علي بن ابراهيم القمي. بص بيقول ايه. بيقول ايه؟ وكل شيء احصيناه في امام مبين، اي في كتاب مبين وهو محكم. وذكر ابن عباس عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال: انا والله الامام المبين، انا والله الامام المبين. طب خلينا نورط الشيعة في سؤال. خلينا نورط الشيعة في سؤال تاني. نقول لهم ايه يا شيعة؟ دلوقتي مثلا واحد زي علي بن ابراهيم القمي جاب قولين. القول الاول اللي هو اللوح المحفوظ، تمام، اي في كتاب مبين وهو محكم. وذكر ابن عباس عن امير المؤمنين انه قال: انا والله الامام المبين. يبقى كده في قولين. القول الاول الكتاب، والقول الثاني انه علي بن ابي طالب. ده في التفسير. ده في التفسير. عايزين نرجع القولين دول لقول محكم، نعمل ايه؟ عايزين نرجع القولين دول لقول محكم، نعمل ايه؟ يا ريت تجاوبونا يا شيعة. يا ريت تجاوبونا يا شيعة. انت مو تجي للعراق، انت مو تقول احنا نجي واحنا نسوي ما نسوي واحنا راح نجي للروافض. يلا يا علي بقى، اخلع يا علي، هتقول لي الحكايه والروايه. اللي بيعمل راجل دايما بيعملش راجل في منطقته. يعني دايما اللي بيبقى عايز يعمل راجل ما يعملش راجل في منطقته. الراجل ده بيبقى في كل مكان. يعني احنا اسكندرانيه عندنا مثل كده بنقوله ايه: لو عايز تعمل راجل ما تعملش راجل